السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب ميرو عاملين إيه؟ يا رب جميعًا تكونوا بألف خير، فيديو جديد وختامها مسك يا جماعة، آخر يوم العيد و هنعمل مع بعض فيديو جميل أوي النهارده، رايحة فيه فرح. هاقول لكم فرح مين دلوقتي، بس حطّوا لايك للفيديو واللي لسه ما اشتركتش عندها تشترك وتنورني وتقولي لي بسرعة في التعليقات إيه رأيكم في الmakeup الخطير ده، أنا اللي عاملاه لنفسي، طبعًا ما أنا بنتي الوِز لأ بنتي إيه، بنتي makeup artist قد الدنيا، فطبعًا لازم أتعلّم منها، بس قبل ما نروح الفرح وأقول لكم فرح مين وهانزّل لكم مقاطع صغنّنة كده من الفيديو بتاعنا النهارده ومن الفرح اللي أنا رايحاه ده، تعالوا النهارده هنعمل حفلة مشاوي. تعالي أقول لِك أنا عملت إيه بقى، قُلت يالّا يا بت قومي كده وقولي بسم الله واعملي لهم أكلة حلوة جميلة كده نختم بيها أيام العيد الجميلة، ربنا يجعله إن شاء الله أو جعله يا رب عيد سعيد علينا جميعًا، وده معايا مَيّة بصل ومعايا مَيّة طماطم، يعني هنعمل إيه، هنتبّل ريش ضاني اللي هي بتاعة الشوي. هاضرب كام بصلاية حلوين في الخلاط أو في الكبة، وكام طماطماية كده حلوين في الكبة برضه، وهاخد المَيّة بتاعتهم، وهاستغنى عن التفل، حطيت المَيّة دي في البايركس ده، هاضيف عليها قيمة كده عصير ليمونتين، وربع معلقة صغيرة أو ربع سوري فنجان صغير من الخل، وكمان معلقتين من الزيت ورشة ملح، رشة فلفل أسمر، نُص معلقة صغيرة زنجبيل أو جنزبيل بودر، وكمان نُص معلقة كاري، لأ سوري ما حطيتش كاري، أنا حطيت بابريكا، دي بابريكا، خلاص؟ يبقى كل بهاراتنا عبارة عن ملح وفلفل زنجبيل وبابريكا. تمام، ربع معلقة صغننة بقى، ربع معلقة صغننة أوي من ال7 بهارات، إحنا يا جماعة مش عايزين نحط بهارات كتير علشان نحس بطعم اللحمة، خلاص؟ مش عايزين نضيّع طعم اللحمة الجميل كده بكتر الإضافات، لأ، هي حتة لحمة أصلًا الريش الضاني دي حلوة أصلًا بصراحة يعني اللهم بارك تتاكل نيّة، في الآخر بقى معلقة من العسل النحل ما تخافيش منها خالص، هي بتطعّم وجميلة، وكمان بتسرّع في التسوية مع ربع كوباية الخل. دُقت كده الخلطة بتاعتي أو التتبيلة الحلوة بتاعتي دي، لقيتها محتاجة ملح، رُحت مزوّدة لها شوية ملح، وبس كده هي دي. معايا بقى هنا ريش ضاني، كل سنة وأنتم طيبين بقى. طبعًا كلّكم عارفين كنت تعبانة طول العيد من الفيديو اللي فات، وقُلت لكم كان صوتي ضايع، وكانت نفسيتي مش أحسن حاجة طبعًا، لإن كانت الكُحّة مضايقاني أوي، 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 وكانت الحمد لله على كل حال يعني مهما كان الحال مش هنحكي في المحكي، أنا حكيت لكم الموضوع ده الفيديو اللي فات. فما عملتش يعني الشغل اللي هو الحاجات اللي باحب أعملها في العيد، خلاص؟ ومنهم الشوي، يعني حفلة الباربيكيو دي كنت أنا بصراحة أنا وزوجي كنا إحنا الاتنين تعبانين، وهي طبعًا بتبقى عايزة مزاج أولًا رايق، ثانيًا طبعًا ما يكونش طبعًا الصدر عشان الدخان والحاجات والمحتاجات، فالحاج بقى صاحب البيت هو اللي قام بالمهمة دي النهارده يعني ربنا يبارك لنا في عمره. تمام، تمام. الريش الضاني باحطها كده على كيس تلاجة وبادُقّها بالمَدَق بتاع البوفتيك، ولازم تعملي الخطوة دي، بتفتّحي أولًا الأنسجة، ثانيًا الحتّة بتاعتِك بتبقى صغنونة كده وكَشّة، لأ بتكبّريها وبتفرديها عشان التتبيلة بقى الحلوة دي تتغلغل فيها كلّها، هانزّلها كلّها في التتبيلة، كان معايا كمية حلوة ما شاء الله اللهم بارك، صحة وعافية لقلب حبايبي. عايزة تبيتيها من بالليل في التتبيلة دي، معاكِ وقت كان بها، أنا كان معايا وقت مثلًا 3، 4 ساعات، لإني أول ما فتّحت عيني الصبح وأنا باجهّز الفطار، عملت التتبيلات دي. طب هتودّي فين يا ميرو التفل بتاع الطماطم والتفل بتاع البصل؟ لأ، ما إحنا هنشوي كفتة ضاني بقى، هنشوي كفتة ضاني طالما بقى جِبنا فحمنا وولّعنا شوايتنا هيصة بهيصة وحفلة بحفلة بقى، حفلة مشاوي وباربيكيو وكلام من ده، فنقول بسم الله بقى وتخشي بقلب جامد على الحفلة دي، والنهارده الحفلة دي هتبقى في الجنينة يا ولاد، في الجنينة، هتشوفوا معايا دلوقتي بس كمّلوا الفيديو للآخر، حطّي لي لايك لو أول مرّة تشوفي أختِك أميرة. معايا هنا كيلو من المفروم، بس ده مفروم ضاني، يعني أنا وأنا باجيب حاجة العيد بتاعتي من عند الجزار، قُلت له: "عايزة أعمل كفتة حاتي في العيد وعايزة ريش ضاني." قال لي: "تعملي كفتة، يبقى كفتة معاها ضاني." فدي لحمة مفرومة بس من الضاني، من اللحمة الضاني يعني فرمها لي. حطيت عليها تِفل البصل وتِفل الطماطم، وكمان ملح، فلفل أسمر، نُص كيس كده من خلطة الكفتة، وكمان حطيتِ إيه يا بنتي يا ميرو؟ حطيت برضه نُص معلقة صغيّرة من
لأ ما حطيتش 7 بهارات، أنا ما حطيتش 7 بهارات، ملح وفلفل وخلطة الكفتة أو بهارات الكفتة تمام، اعجني لي بقى الخليط ده لحد ما يبان له صاحب، لازم يا إما تستقوي كده عليه شوية وتفضلي تعجني لي فيه كده عشان يكوّن أنسجة، وهو ده المطلوب إثباته، ما ضفتش أي حاجة خالص، خالص على الكفتة بتاعتي دي، مش قادرة وصحتِك مش مساعداكِ يا شابة، هاتي الكبة بتاعتِك وحطيها حبة، حبة في الكبة كده، تمام، أنا الحمد لله ولله الحمد كنت واخدة المُسكِّن بتاعي، لإني كمان عندي بعد الغدا فرح أعز صاحباتي، بُصّوا يعتبر ابني الكبير، ابني وابن حبيبتي، أعز وأغلى صاحبة عندي يمكن في الدنيا كلّها، صفاء دي، ربنا يخلّيها لي يا رب وما يحرمني منها أبدًا، ولا يحرمها من حبايبها يا رب، وهانزّل لكم مقاطع بسيطة طبعًا عشان ما اخترقش خصوصية حد، مقاطع كده من القاعة ومن الفرح وكده، وهافرّحكم معايا، ربنا يفرّح الجميع يا رب ويجعلها جوازة الهنا والسعد عليك يا أحمد، ويجعل أشرقة كده وش السعد عليك وقدم السعد عليك إن شاء الله يا حبيبي، وتملوا البيت أطفال يا رب كده، وما يحرم حد أبدًا من الذرية. تمام، كان قعد زوجي بقى ربنا يبارك في عمره، أنا طبعًا جِبت السيرفيس بتاع الريش الضاني دي من التلاجة بعد ما قعد له 4، 5 ساعات، كمان ولّعنا الفحم بقى، حطينا أول دُفعة أهي في الإيه، في الشبكة السلك دي. طبعًا بتولّعي الأول شوية فحم على النار، أو أنا حطيتهم بصراحة تحت الشواية في الفرن، علشان ولا أنا ولا هو نتأذي كمان من الدخان، لإن إحنا كنا لسه بنتعافى من دور جامد جدًا. هاصبّع بقى الكفتة إيه، جنبه كده هاسيّخها جنبه، طبعًا دي كفتة ضاني، على قد ما تقدري رفّعي وما تخلّيش صُباع الكفتة بتاعِك تخين وتقيل على السيخ عشان ما يُقعش منِّك في الشوي، أثناء الشوي. يعني أنا جرّبت في 1 أو في 2 كده، كل ما كنتِ مرفّعة صُباع الكفتة بتاعِك، كل ما مسك وشد واتشمّع وما وقعش منِّك من على السيخ، خلاص؟ طبعًا لمّا بيكون اللحمة بتاعتِك فيها نسبة دسم حلوة، وأصلًا هي ضاني، وفيها نسبة دهون حلوة، مش هتُقع إن شاء الله منِّك على السيخ. بُصّوا مرفّعة إزاي، أنا بقى إيه، أسكت أنا؟ ما اسكتش، يعني زوجي وقُرّة عيني يعني لوحده في الهيصة دي، وطبعًا هيتعب يا حبيبي والحاجة كتير عليه، فرُحت جايبة الشواية الصغنّنة، أنا عندي شوايتين مش شواية واحدة، واحدة كبيرة واحدة صغيّرة، هو قعد يشوي اللحمة الضاني الريش يعني على الكبيرة، وأنا ساعدته قُلنا ننجز مع بعض وقتنا كده عشان حفلة الباربيكيو دي يعني وطبعًا هو حبيبي كان كل شوية يقول لي: "اطلعي برّه، اطلعي برّه." وفعلًا أنا ما قعدتش معاه خالص في البلكونة في الهيصة دي، قعدنا أدهم على الشواية الصغننة، يلِف كده ويدوّر في الأسياخ بتاعة الكفتة، وما شاء الله شطور وجميل وعسل، الله أكبر عليه، عمل لي كل الكفتة دي طبعًا بإشراف باباه. وزوجي قال لي: "اطلعي برّه." علشان فعلًا أنا كنت صدري مش عايزين يعني مش عايزينّي أنتكس الدور بتاع الكُحّة يرجع لي تاني، فخرجت بقى برّه من الريحة بتاعة الشوي والدخان دي، وهُم كمّلوا ربنا يخلّيهم حبايبي، عملت سلطة دقوس، قُلت لهم: "طَب أنا هاخُش بقى أعمل لكم السلطات، أعمل رُز بسمتي لأ، أعمل مكرونة لأ، أعمل ما أعرفش إيه لأ، إحنا هناكل المشاوي دي بالعيش وسلطات." دخلت عملت سلطة طحينة، الطحينة دي اللي عاملينها مع بعض في فيديو كده من كام أسبوع فاتوا، طحينة خام تحفة، تحفة، تحفة. باحط لها كده ربع فنجان من الخل، ألفّها كده المضرب السلك، بتتخن وتتقل معايا، باقوم فكّاها بشوية مَيّة دافية، مَيّة باردة، مَيّة من الحنفية، دي مَيّة كانت في الإزازة جنبي كده إيه معدنية عمّالة أشرب منها طول النهار، حطيت منها، فبتفُك تاني وبتحِل كده، وخلّيها قوامها خفيف لإن هي لمّا بتقعد بتتقل شوية، ملح، شطة، بابريكا، كمون، وفي الآخر رشة بسيطة من زيت الزيتون كده على الوش، زينيها بقى ببقدونس، بأوراق الشبت، بأي حاجة، وادي أحلى سلطة طحينة، أحلى من أي بتاع مشاوي تجيبيها، طبعًا إلا من رحم ربي، كلّهم بيعملوها بالعيش وبالفينو، وبتبقى طعمها يعني أستغفر الله العظيم. شوية سلطة طحينة على أبوهم، والدقوس عملناه مليون مرّة مع بعض في القناة جنب كل المشاوي وجنب كل الكبسات وجنب كل حاجة، سهل جدًا، جدًا والناس كلّها بتعرف تعمله، فما رضيتش أصوّره وأطوّل معاكم الفيديو. هنعمل بقى شوية بصل شرايح slice كده، وعليها شرايح فلفل أخضر حامي spicy، وهنعمل شوية بصل بالسُمّاق، ومعلقتين خل، مشاوي يعني على طول سلطات وحبشتكنات، سلطة الدقوس وسلطة الطحينة
وكمان سلطة أو البصل بالخضرة بالفلفل بالخل بالسماق كده، بيحبوا جدًا سندوتشات الكفتة وسندوتشات الريش وكل المشاوي. أنا عملت السلطات طبعًا، وعايزة أقول لكم إن أنا بُصّوا في المقطع اللي جاي ده هتلاقوني عاملة صاج كفتة كمان في الفرن. أنا هنا الهدف من الحتة دي أو من إن أنا عملت شوية كفتة كده في الفرن عشان أورّيكِ إن مش لازم أبدًا يكون عندِك شواية ولا لازم تعمليه على الفحم. أنا صبّعتهم كده تصبيع عادي جدًا على ضهر معلقة، على ضهر spatula، على أي حاجة، تمام. و نسيت أقول لكم إن في مكونات الكفتة الأبيض اللي حطيته ده نُص معلقة بيكنج باودر، أنا آسفة. مع خلطة الكفتة أو عجينة الكفتة حطيت نُص معلقة بيكنج باودر. باحاول ما انساش أي حاجة، خلاص. بُصّوا والله العظيم اللي حطيتها في الفرن دي في صينية طلعت واتعملت قبل اللي اتعملت على الفحم جوّه في البلكونة. كانت ما شاء الله كمية الكفتة كتيرة جدًا، جدًا، لدرجة إني شِلت كيس عجينة كفتة في الفريزر والله العظيم. من كيلو مفروم عملت 2 كيلو كفتة مشوية، أهو صاج أهو أو صينية قدّامكم أهي في الفرن أهي، وهتشوفوا السيرفيس بقى اللي زوجي شواه على الفحم. خلاص، جِبت فحماية كده من جوّه من السيرفيس من الشواية اللي جوّه في البلكونة، وحطيتها على ورقة فويل وطفيتها كده. وبُصّوا السيرفيس ده اللي كان جوزي مطلّعه من على الشواية، اللي كان متسيّخ، بُصّوا، ولا فَك ولا وقع من على السيخ ولا أي حاجة خالص. طبعًا أنا جِبت اللي جوّه اللي عملته على الصينية حطّيته معاه، وبقى كل ما تطلع دُفعة لحمة نلفّها في ورق فويل، كل ما تطلع دُفعة كفتة طبعًا فرشت فرشة خضرة محترمة كده شبت على بقدونس على كزبرة. إحنا عارفين إن المشاوي والحاجات دي بتطلع طبعًا الخضرة دي بتمتص الدهون. وكانت هايدي كمان عملت لنا سلطة خضرا، سلطة بلدي بقى بتاعتنا دي عادي بتاعة المشاوي، فبقى عندي 4 أنواع من السلطة، دقوس وطحينة وبصل بالسُمّاق والفلفل وكمان سلطة بلدي. وجبنا عيش بلدي بتاعنا العادي ده، ودمتم سالمين وكان الأكل زي العسل. كل سنة وأنتم طيبين. حبيت أختمها لهم برضه كده عشان اللي نازل شغل واللي نازل جامعة وامتحانات وكده، فما أكونش حرمتهم من حاجة في العيد ولا تعبي أثّر على أي حاجة وخلّاني قصّرت في حاجة خالص. بُصّوا اللحمة كانت دايبة، كانت خطيرة، خطيرة، خطيرة. صحة وعافية على قلب حبايبي يا رب. وهنا بقى خلاص المقطع اللي جاي ده كنا اتغدينا بقى ولبسنا وعملنا الميك اب الحلو بتاعنا ورحنا الفرح. كان في نادي ضباط الشرطة. عقبال يا رب كل البنات وكل الشباب، ويسعدك يا أحمد يا حبيبي وابن حبيبتي. طبعًا بُصّوا مدخل القاعة أو الفندق كان عامل إزاي. هو مش فندق، هو نادي وفيه سلسلة قاعات، بس حاجة شياكة. الجو العام تحفة، الdecoration يجنن، الatmosphere كلّه حلو. ألف، 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 ألف مبروك عقبال كل الناس. اطلع برّه. أنا مصورك أنت وأنا معاك. حبيبي انت هنا تتركك. الله يختار. الله يختار. كده الفيديو بتاعي خلص يا أولاد. ألف مليون مبروك لأحمد والأشرقت. كله في التعليقات ادعي لهم كده إن شاء الله إن هي تبقى جوازة السعد والهنا. ألف مبروك. سلام عليكم. باي باي.